السلام عليكم، معكم صابر من فيتنس بالدارجه. وفي هذه الحلقه هذه غادي نكتشفوا الاهميه ديال البروتين في الوجبه ديال الفطور ولا الوجبه ديال الاولى، حيت ديما كنقول الفطور ماشي مهم وداير فيديو علاش ان الفطور ماشي مهم. المهم الصباح كنت درت واحد البوست في انستغرام هو هذا، ودابا غادي نمشي شويه اكثر في التفاصيل. المهم كما عارفين فالاطباء تيحاولوا انهم يلقاو بعض الحلول للسمنه، وباش نلقاو الحلول لشي حاجه فتيخصنا نعرفوا الاسباب ديالها بعد. وقبل بعد هادشي خصنا نعرفوا علاش السمنه كيحاولوا انهم يلقاو لها حلول. فالسمنه مرتبطه بشكل مباشر في الاسباب ديال الموت المبكر، واللي نقدروا نحبسوها ولا نقدروا نديروا لا بريفونسيون ديالها. فعندنا الامراض ديال القلب، عندنا السكته الدماغيه، عندنا الداء السكري، وعندنا حتى المرض الخبيث اللي هو الكونسير. والمشكل هو ان السمنه غدا وما كتزيد، ما حدنا كنتطوروا السمنه غدا وكتزيد. المهم بعدا واحد من الاسباب ديال السمنه اللي لا نقاش عليهم وزعما هو السبب علاش بنادم غادي يغلط، فهو ان الكميه ديال الطاقه اللي كنستهلكو كتكون اكثر من الكميه ديال الطاقه اللي كنحرقوا. هنا بغاو يكتشفوا بطبيعه الحال علاش زعما كنستهلكوا طاقه اكثر من اللي كنحرقوا، ولا علاش ولاو الناس كيستهلكوا طاقه اكثر من اللي تيحرقوا. وفي 2005 كانوا داروا واحد لا تيوري، واحد شنو نقول لكم، واحد النظريه اللي سميتها بروتين ليفرج هايبوثيسيس. هاد النظريه هذه كتقول بان ملي الجسم ما كتعطيهش البروتين الكافي فهو كيحاول انه يجيب لك الجوع باش تاكل كميه اكبر باش يلا يوصل لذاك البروتين. دونك ملي الجسم ديالي كيشوف بانه ما كلاش بزاف ديال البروتين، كنبدا ناكل تقريبا من كل شيء، وغالبا تيكون كارب ودهون، حيت حتى واخا دوك المصادر ديال الكارب وديال الدهون تيكون فيهم واحد النسبه قليله ديال البروتين. دونك هو باش يكمل داك الشويه ديال البروتين اللي كان باقي خاصو كياكل بزاف ديال الطاقه. وبعض الدراسات اللي داروا على الناس في امريكان، بطبيعه الحال الدراسات زعما في العالم ما تيكونوش بزاف امريكان اللي تيكون مركزه فيها، فعندنا الاغلبيه الدراسات تيكونوا على امريكان واوروبا، شويه الهند ولا الصين، ولكن تيكونوا بنسبه اقل بزاف، حيت تما فين بنادم كيدير البحث. نتمنى زعما تا الناس اللي هنا تما يبداو يديروا هاد البحوث وداك الشيء، ولكن هادشي كيدخل فيه بزاف د الحوايج، حيت خص تمويل، خص بزاف ديال الحوايج. المهم حنا كنقداو باللي كاين، حيت كاملين كنبقاو انسان وممكن اننا نبروجيتيو داك الشيء بواحد الدرجه علينا كاملين. المهم لقاو بان كل ما كينقص الاستهلاك ديال البروتين في هذيك البلاد كل ما كترتفع اللوبيزيتي، كل ما كترتفع زعما السمنه. ولقاو حتى واحد الدراسه واحده اخرى كتبين على ان ملي تيكون بنادم معرض الالترا بروسيسد فودز، اي ان داك الاغذيه اللي مصنعه بزاف، مثلا نقول لكم السقاطه اللي كنقولوا لها حنا السقاطه، فهما كياكلوا منهم كميه اكبر ديال الدهون وديال الكربوهيدرات، عكس الا كانوا محطوطين قدامهم بزاف ديال الماكلات اللي طبيعيه. نقدر نقول لكم ملي تنقول طبيعيه فهي تقريبا ما محولاش، دونك كيما مثلا قطفناها جبناها تكون مازال ما فيهاش بزاف ديال التحويلات، غالبا ماكله مازال صاينه كيما كتكون في الطبيعيه. يلا مثلا غتقادها غتجيبها، ما مدايزاش في بعض المراحل الصناعيه. وملي لقاو بان التاثير ديال البروتين كاين على السمنه مباشره، بغاو يفهموا زعما كيفاش هذه القضيه، وكانوا داروا واحد التحليل لهذوك المعلومات كاع اللي عندهم ولا البيانات الداتا اللي كاينه، ولقاو بان الناس اللي كيستهلكوا كميه ديال البروتين قليله في الوجبه الاولى ديالهم في الصباح، ففي النهار كامل كيستهلكوا كميه اكبر. كما قلنا هذاك النيت اللي هضرنا عليه في هذاك البروتين ليفرج هايبوثيسيس. دونك ملي الصباح ما كتعطاش الجسم ديالك بروتين بزاف، فهو في وسط النهار كيبدا يجيب لك الجوع باش يحاول انه يطلع النسبه ديال البروتين ديالو. فالمهم هاد الباحثين هادو شدوا واحد المعلومات ديال واحد السيرفي اللي كانوا داروه الناس في استراليا في 2011 و2012. المهم تقريبا 9500 حاله، 9341 حاله باش نكون ادق، اللي المعدل الاعمار ديالهم هو تقريبا واحد 46 عام. المهم هاد المعلومات اللي كانوا فيهم فتقريبا الطاقه اللي جات من البروتين، الطاقه اللي جات من الدهون، الطاقه اللي جات من الالياف، اللي جات من الكربوهيدرات. المهم المعلومه الاخرى كانت متكله، وشافوا البادي ماس اندكس، دونك شحال الوزن ديالهم. المهم المعدل كانوا لقاو ديال 9000 شخص، فهو تقريبا تيكونسوميو 2072 كالوري في النهار، واحد 18% تقريبا ديالهم بروتين، 43% ديالها من الكاربس، 31 غرام ديالها من الدهون، والشيء الاخر فمن الالياف والكحول. هادشي ما عندناش ما نديرو به بزاف حيت اصلا ما ياثرش بزاف. ومهم ملي قارنوا زعما الوقت ديال الاستهلاك وشنو استهلكوا، لقاو بان هادوك الناس اللي تيستهلكوا بروتين قليل في الصباح ولا في اول وجبه ديالهم، فكانوا كياكلوا كالوريز ولا طاقه اكثر من الناس اللي يستهلكوا البروتين
في الصباح. ولاحظوا بالضبط ان الناس اللي تياكلوا بروتين قليل في الصباح في وسط النهار تياكلوا بزاف ديال السقاطه. وقال لك واخا دوك الناس اللي تياكلوا بروتين شويه في الصباح في الوجبات الاخرين كيستهلكوا زعما بروتين بنسبه اكبر، ولكن ملي كيجيو يشوفوا المجموع فكيلقاو انه الناس اللي تياكلوا زعما بروتين شويه في الصباح فالمجموع ديال النهار ديالهم تيكون ديما فيه بروتين اقل وطاقه اكبر من الناس اللي كلاو بروتين الصباح، فهادوك تيكون عندهم واحد النسبه ديال البروتين شويه طالعه والكميه ديال الطاقه كتكون تقريبا مزيانه. على هذا الشيء فهذوك الناس اللي تيستهلكوا بروتين اقل في الصباح فتيبقاو غاديين وتيغلاضوا، والاخرين تيبقاو محافظين على الوزن ديالهم ولا شي حاجه بحال هكا. المهم ملي جاو انهم باش يشوفوا زعما الاسباب علاش الناس ما تيستهلكوش بروتين بزاف في الوجبه الاولى ديالهم، لقاو بان المصادر الاخرى كتكون ارخص حيت البروتين غالي بطبيعه الحال. فبنادم مثلا الصباح غيضرب واحد بتي بان ولا غيضرب مثلا خبز فيه الشوكولاط ولا كيس خاملي رخيص بزاف، الكارب رخيص بزاف، العناصر زعما موجودين، هذاك الشيء موجود ورخيص بزاف مقارنه مع الماكله الطبيعيه ولا الماكله اللي شبعانه بروتين. كذلك تيجيهم ساهل مثلا، ففهمتي يقدر يكون مثلا بنادم غادي غيدوز غيطرق بتي بانا ولا فهمتي واحد الملوي ويدير فيها العسل وكذا هذا ويزيد يدير فيها الفرميج ولا شي حاجه. المهم هو غادي فهمتي ماشي بحال البيض ولا ماشي بحال مثلا الدجاج ولا، دونك تيجيهم ساهل رخيص. وزيد على هذا الشيء فالكميه ديال الاشعارات فقليل، مثلا شي واحد تلقى تيدير الاشعار للدجاج يقول لك تيدير الاشعار كل فخذ ولا كل صدر ولا شي حاجه من غير لي ريستو اللي كنعرفوهم فتيديروا داك الشيء ديالهم، ولكن فراكم عارفين ففيه كميه قليله ديال البروتين مقارنه مع الشيء الاخر اللي تيجي. دونك من الصباح تيشوف فهمتي اشعار العصير في الزنقه، غادي تشوف اشعار الدبيمو، اشعار ديال دونك فهمتي ساهله لا انك تمشي تختار الاختيار الخايب. وزيد على هادشي هذا واحد اللعيبه اللي جديده وغتكونوا اكتشفتوها ولا فكرتوا فيها تلقاو راسكم بانكم كديروها حتى نتوما وتلقاو بانها ولات موجوده بزاف. فبزاف ديال السقاطه ولات فيها المذاق ديال اللحم، كتلقى مثلا المذاق ديال الكباب، المذاق ديال الدجاج. ولا علاش؟ حيت هذاك كاين واحد النوع ديال الذوق اللي سميتو الامامي اللي تيكون اغلبيه غير في اللحم والدجاج وتيكون في الحليب، دونك تيكون ديما في المصادر اللي غنيه بالبروتين. وهنا ملي كتدفعوا لسانك تيقول هذا المذاق غادي تيكون غير في البروتين، واقيلا مورايا غيجي بروتين، دونك كياكلوا ولا كيمشي كيبدا يقلب عليه. ملي تشوفوه تقول انا محتاج هذه، ودماغك ولا جسمك راه كنحتاج بروتين، ولكن حيت لينكيتي انت هذاك البروتين بذاك المذاق فكتشوف هذيك كتقول نضرب هادشي بهذه ديال الكباب، نضرب هذه. هنا فين تيبدا القوالب ولا فين كتبدا تقول براسك بالسقاط. وهذا هو السبب الكبير علاش زعما بنادم ولا الانسان بصفه عامه ما حدنا زعما كنزيدوا في التطور وحنا كنكونسوميو بروتين بنسبه اقل. ومهم راه المزايا ديال اننا ناكل البروتين في الصباح فراهم بزاف كما قلت لكم. فاولا الجسم ديالنا الماكرو ولا العنصر الغذائي المهم اللي تيحتاجو واللي ما يقدرش انه يستغنى عليه فهو البروتين. فإذا ما كليتيش بروتين كاع مره كون هاني بانك غادي تموت، عكس ان الدهون والكربوهيدرات ممكن الجسم ديالك انه يخلقهم من حوايج اخرين، ولكن البروتينات وسورتو واحد 9 الحمض اميني في الجسم ديالك ما يقدرش انه يصاوبهم وخصو ضروري ياكلهم. دونك البروتين هو اهم عنصر عندنا. الحاجه الاخرى فان البروتين ملي تيكون داخل في الوجبه فهو كيتقل لي الهضم والامتصاص ديال هذيك الوجبه. دونك واخا كتكون وجبه فيها الدهون وتيكون فيها كربوهيدرات واخا تكون سريعه، فملي كناكلها مع البروتين فهو كيبطأ الهضم ديالو وبالتالي كيبطأ الامتصاص ديالو، وبالتالي كيبطأ النسبه ديال الدخول ديال السكر ولا ارتفاع السكر في الدم، وبالتالي كيحبس لي داك الطلعه الكبيره ديال الانسولين اللي غادي تجيب لي الجوع بسرعه اكبر واللي غتخليني انني ندير واحد الاختيارات خايبه، وبالتالي بحال قلتي غادي ندخل في واحد السيركل اللي ما كيساليش. دونك فهمتي كناكل شي حاجه حلوه حيت جسمي كان باغي الطاقه، كيدخل بالسكر بزاف في الدم، كيطلع لي الانسولين كيخرج كاع داك السكر اللي كان في الدم وكيخبعو، والجسم ديالي كيقول ناري ما بقاش عندي السكر، ما بقاش عندي فهمتي، تيعاود ثاني يجيب لي الجوع. كنمشي شي حاجه حلوه وكنبقى تما ما عمري ما كنسالي. وما حدانا كناكل السكر والانسولين كيزيد يدير، وكناكل السكر الانسولين كيطلع، كناكل السكر الانسولين كيطلع، الجسم ديالي كتمشي له ديك الحساسيه ديال الانسولين وكتولي عنده المقاومه ديال الانسولين. وهنا مع الوقت فين كنبدا نضطر انني خصني ندير الشوكه حيت الجسم ديالي ما بقاش تيعرف امتى خصو يفرز الانسولين حيت عميت له المؤشرات بقوه ما بقيت كنطلع له الانسولين ويهبط يطلع. والمهم هذه زعما وصلنا تقريبا النهايه. النصيحه اللي نقدر نقول لكم هو انكم في الفطورات نحاول انني ولو ناكل زعما واحد البيضه مسلوقه ولا جوج حبه لو يكونوا جوج بيضات. المصادر ديال البروتين اللي نقدر ندخلهم في الصباح فمثلا الكالزه كياخذوا مثلا حتى اللوبيا مع البيض وشويه ديال السوسيس ولا شي حاجه. المهم ممكن انا ندير واحد شويه ديال الدجاج ولا نشيط مثلا شي حاجه من داك اللحم اللي شط في العشاء ولا شي حاجه ولا نخبيه
ندير واحد شويه مع البيض ديالي في لوملات، ولا نزيد فهمتي الانواع ديال الفرomاج ماشي العاديين، فالفرomاج نيت الفرomاج الحقيقي بحال الايضام بحال الكودا بحال هذاك، ولكن نزيد غير شويه. ممكن نستعمل حتى الاجبان، دونك الجبن كما كنقول لكم الجبن اللي كنصاوبوه. الحليب بطبيعه الحال فيه حتى هو النسبه ديال البروتين. ندخل شويه ديال المكسرات. ممكن انني فهمتي مثلا غندير واحد الفطور فيه واحد البيضه ولا جوج، واحد 25 غرام ديال اللوز ولا الكركاع ولا كاوكاو ولا المهم اي حاجه بحال هكا. وبقى لي واحد المشكل في الصوت، فنسيت ما شارجيتش اللعبه ديال المايك ونقص ليا بزاف. المهم الا تبدل لكم الصوت فهاد الشيء اللي عطات الوقت. المهم ما عليناش، فكما قلت لكم من بعد ان شاء الله غادي ندير واحد الفيديو فين غادي نحاول نشرح لكم مثلا امثله ديال كيفاش نقدر نفطر واحد الفطور متوازن، شنو يكون فيه من نجيب مصادر ديال البروتين. المهم بزاف ديال اللعيبات اللي تقدر تعاونكم في النظام الغذائي ديالكم، ولا باش تعلموا زعما واحد الاساليب ديال الماكله اللي غتكون نقيه. وهذا كان معكم صابر فيتنس بالدارجه. ما تنساوش سبسكرايب لايك كومونتير بطبيعه الحال بارطاجيو، المهم هادشي ما تنساوش. والى حلقه اخرى، تهلاو.